كيلوا غير متقن للآن، ولا يستطيع إحاطة جسده بهالة كبيرة ومدة زمنية طويلة، وهو يدرك ذلك تماما. لذلك حاول إبقاء هالته حوله في النطاق الذي يستطيع فيه التحكم فيها جيدا، وهو 57 سنتيمتر، وهو مدى ليس كافيا. فقبل قليل تعرض لرصاصة دخلت نطاقه الضيق جدا، لكنه تجنبها بصعوبة، وذلك باستعمال ردة فعله السريع وتحكمه العالي بجسده ورشاقته وقوته. ولكن هذه المرة لم يتجنبها، فهو تعمد ذلك لمعرفة زاويتها بدقة. سحقا، أتت الرصاصة من هنا. تعمد أن يتلقى الضربة لكي يسهل عليه تحديد مكان القناص. يتحرك العدو نحوك بسرعة كبيرة. أنا في انتظاره. لا تقلق يا فورتا، كل شيء تحت السيطرة. لم يتوقف النزيف بعد في الأماكن المصابة. لا شك أنها تفرز من فمها مادة تمنع تخثر الدم طبيعيا. سأكون في مأزق إن ازدادت هذه الجروح. لن تهرب مني. هذا جيد، أستطيع هنا رؤيته بوضوح أينما كان يختبئ. اسمع، لا مكان لتختبئ فيه، تعال وواجهني. انتظر. هذه الصحراء كبيرة جدا ومملوءة بالكثبان، ستموت عطشا إن بقيت هنا أيها الصغير. فقد كنت أريد مراقبتك وقتا أطول، ولكن ما باليد حيلة. لقد استنفدت قدرتي على التحمل، لذلك قررت أن أظهر وأكلمك وجها لوجه لنبدأ بتقديم أنفسنا. أنا أدعى جيل، ولكنك تستطيع مناداتي بميرورون. كنت قائد سرب ضخم جدا فيما سبق في زمن الملكة الراحلة. وأنت ما اسمك؟ لما كنت تتعقبني؟ لأنني سأكون في مأزق إن هربت، وإن مت فسأكون في مأزق أكبر. فأنت شريك قيم جدا في نظري.